تعالوا نفهم الإرجاع الجغرافي ببساطة. بعد ما نكون شفنا الفيديو اللي فات وفهمنا واجهة البرنامج، تمام، هنيجي دلوقتي لحاجة مهمة وهي الإرجاع الجغرافي، الجيو ريفرنس. ده تقريبا بنعملها أول حاجة بعد ما بنفتح الخريطة. تمام. فيعني إيه إرجاع جغرافي أصلا؟ الإرجاع الجغرافي ده بيكون إن أنا لو فتحت خريطة مش متعرفة، فهي بتنزل في مكان عشوائي، ممكن يكون في البحر عادي جدا، في أي حتة بتنزل في مكان عشوائي مش مكانها الصح. فالإرجاع الجغرافي ده جاي من اسمه إن إحنا بنرجعها لمكانها الصح في الإحداثيات المظبوطة بتاعتها. تمام كده. فأول حاجة إن إحنا نفتح خريطة مش متعرفة من ماب، بعد كده الداتا، ونشوف إحنا شايلينها فين على الكمبيوتر، وليكن هي البحيرة مثلا نفتحها. المفروض أول ما أفتحها هيجيلي مسج فوق هنا كده هيقول لي unknown coordinate system. تمام كده. فأنا أول لما أفتحها فعلا قال لي unknown coordinate system إن هي مش متعرفة إحداثيات. تمام. هاجي مثلا عشان المسج دي بتروح او كده، فانا لو فتحت خريطة وعايز اعرف هي متعرفة او لا، بدوس على كليك يمين، بعد كده بروبرتيز، وبعد كده اروح على سورس، بعد كده سبيشال ريفرنس. هلاقي فعلا ان هي مكتوب unknown coordinate system مش متعرفة. تمام. اي حتى فعلا قدامي في مصر كلها هي الخريطة ما اتفتحتش قدامي. تمام. فهو كده فعلا نزلها في مكان مش مكانها. طيب هجيب الخريطة دلوقتي دي ازاي؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، هدوس على كليك يمين، بعد كده زوم تو لاير، هيفتح لي الخريطة. تمام كده. هنيجي بقى نعرفها ازاي. الخريطة مكتوب عليها إحداثياتها اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض. تمام كده. فأنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هاجي على النقطة دي، مثلا هقوله إن النقطة دي خط الطول بيساوي كذا ودايرة العرض بتساوي كذا. تمام. دي فكرة الإرجاع الجغرافي عشان يشد الخريطة ويوديها مكانها الصح. تمام. بس فاحنا هنعمل الكلام ده منين؟ من imagery، بعد كده جي ريفرنس. ناخد بالنا برضه من حاجة هنا، لو أنا واقف على ماب هتلاقي جي ريفرنس هنا مقفول، فأنا لازم أكون واقف على الخريطة، وهدوس جي ريفرنس. تمام. اللي احنا هنعمله ده اللي هي نقطة التحكم أو كنترول بوينت. فأنا هاجي هنا أقول له اد كنترول بوينت عشان أبدأ إن أنا أحط نقطة. طبعا كل ما الزوم كان عالي إن أنا أحط النقطة في مكانها الصح، كل ما كان خلى الخريطة تنزل في مكانها صح أكتر. تمام كده. فأنا هقول له هنا نقطة، كليك شمال عادي، وأنا كده عملت إيه، نقطة. تمام. اول حاجه عشان نتحرك، يعني اللي هو انا دلوقتي عايز اشوف الارقام، انا عملت زوم قوي عشان اعمل نقطه، عايز ارجع عشان اشوف الارقام، فانا افضل اعمل زوم اوت كده. تمام. فانا دلوقتي عايز يعني عايز امسك البان مثلا. تمام. فهمت بسيط كده عشان يسهل علينا، لو انا عايز امسك البان يكون معاك ماوس، هتدوس على السكرول كليك اللي هي البقره اللي بتعمل زوم، ولما ندوس على كليك هيبدا يمسك معانا البان. ده لو انت في اي امر عامه، يعني ده مش الامر معين او الامر ده بس فده مع اي امر لو عايزين نمسك البان واحنا في جوه امر، يعني بنمسكه من السكرول. مجرد ما نسيب السكرول هيمسك الامر تاني عادي. تمام. بس فانا خلاص دوست كليك شمال ودوست نقطة، فعايز بقى ادخل ارقام، فهدوس كليك يمين. تمام كده. يعني كده كليك شمال نحط النقطة، وبعد كده كليك يمين. بيقول هنا ان دخل رقم الاكس ورقم الواي. طب لما نيجي هنا نبص على الارقام اللي عندنا نلاقي ان هي دي ام اس، اللي هو ديجري مينيت سكند، اللي هو نظام الدقايق والدرجات الدرجات والدقايق والثواني يعني. تمام. فهنا موجود اهو بوكس show coordinate in DLS، مجرد ما ادوس عليه هيقلب البوكس ان احنا ندخل فيه الضربات والدقايق والثواني. تمام كده. عندنا اللونجيتيود ده اللي هو خط الطول، واللاتيتيود ده دوائر العرض. تمام كده. فهاجي في اللونجيتيود هنا هقول له ان ده 29، بنقل بالماوس عادي او من زرار تاب في الكيبورد، بعد كده 29، وبعد كده 7. هنيجي هنا هو بيقول بقى شمال ولا آسف شرق ولا غرب، اللي هو ايست وويست. مصر بتقع في الشرق، فيبقى هنخليها ايست زي ما هي. تمام كده. هنيجي لللاتيتيود اللي هي دايرة العرض، هي عندنا 31 31 و19. تمام كده. هنا في مشكلة، لما فتح الخريطة فتحها لي في الجنوب، مصر في الشمال. تمام. الجنوب اللي هو الساوث، لا أنا عايزها في النورث في الشمال. فهختار هنا كده إن هي في الشمال، وأقول له أوكي. يبدأ إن هو يسحب الخريطة خالص عشان إيه يوديها مكان. تمام كده. هرجع تاني زوم تو لاير. طبعا هو يفضل، يعني هي مش هتتظبط مثلا من أول نقطة، لازم أعمل مثلا على الأقل 3 نقط. تمام. كل ما النقط زادت كل ما ده كان أفضل طبعا. تمام. لكن على الأقل هنعمل 3 نقط. فهنمشي سواء مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، لكن ما نمشيش بلخبطة. يعني ما اعملش نقطة هنا مثلا واجي أعمل اللي قصادها على طول، وهنمشي بنظام. تمام. فهنعمل نفس اللي احنا عملناه في باقي ال3 نقط. تمام. إن أنا هكتب الإحداثيات بتاعتهم، هدخل بس ايه الارقام بتاعتهم عشان تروح لمكانها الصح.
خلاص هنرجع بقى بعد ما عملنا ال4 نقط. تمام كده خلاص هي وقعت في مكانها المظبوط على الخريطة. طيب عايزين نشوف بقى، نرجع نشوف بقى هي كده اتعرفت ولا لأ. هنيجي برضو كليك يمين عليها، بعد كده properties و special reference، نافع ان هي اتعرفت. تمام كده. بس طب عايز اشوف مثلا بالبيز ماب بقى، يعني عايز اقارنها بالخريطة اللي وراها اللي هي خريطة الاساس، اشوف هي واقعة صح ولا لأ. هنيجي من راستر لاير هنا، هنت بسيط كده يعني في النص من سوايب، هبدأ ان انا اشوف بقى اقارنها باللي وراها. فعلا الحدود مثلا ماشية مع الساحل فعلا. هبدأ بقى ان انا اقارن بقى ايا كان اي خريطة يعني، هبدأ اقارنها بقى سواء يمين او ايا كان، عشان اقارنها بحاجة وراها. تمام. وممكن برضو من الترانسبيرنسي هنا اللي هو الشفافية اخليها مثلا 50، اقول له اوكي بيخلي الخريطة شفافة. تمام كده. خلاص نرجع تاني جي ريفرنس. انا دلوقتي عملت مثلا نقطة وعايز امسحها، النقطة دي غلط وانا عايز امسحها مثلا. فهاجي هنا من كنترول بوينت تيبل، افتح التيبل ده كده، ده ايا كان بقى النقط اللي انا عملتها، فهو هيبدأ ان هو يعرضهم لي هنا. تمام كده. فهعمل سيلكت على النقطة، كل نقطة بقف عليها بيوريها لك هي دي انهي نقطة. فانا همسح مثلا النقطة الرابعة دي، فاقف عليها كده وهاجي على ديليت دي واقوم مسحها. كده هيمسح لي النقطة اللي انا عملتها، عشان لو عملت نقطة غلط او حاجة عايز ارجع فيها. تمام كده. احنا عشان نسيب امر سوايب ده هنرجع لناب ونمسك اكسبلور، هيمسك لنا البان تاني. تمام. نرجع لموضوعنا. فكده احنا عرفنا نعمل ازاي النقط ونرجع ونحطها في مكانها الصح، عشان نرجع الخريطة في مكانها الصح يعني. وعرفنا ازاي نمسح النقطة. تمام. هنيجي بعد ما نخلص طبعا لازم نعمل سيف عشان يحفظ النقطة اللي احنا عملناها دي، عشان لو قفلنا يعني مجرد بس ما نعمل كلوز للجي ريفرنس من غير ما نعمل سيف، هيمسح كل النقط دي وهترجع تاني في مكانها اللي كانت فيه. تمام كده. طيب دلوقتي انا بعد ما حطيت النقط دي، فانا عايز اشوف مثلا انا عملتها صح يعني في مكانها الصح ولا في نسبة خطأ. نسبة الخطأ دي نعرفها ازاي؟ من جنريت ريبورت اللي فوق دي، هندوس عليها هيفتح لنا PDF. هو الاول بيقول لنا ان احنا نحفظه فين يعني، فاقول له سيف مثلا باي حته، عشان هو في فايل بنفس الاسم. فمثلا هنسميه اي حاجه وهقول له سيف. هيفتح لنا هنا PDF. اول حاجه الكنترول بوينت، هو بيقول لي انت عملت كام كنترول بوينت. تاني حاجه التوتال RMS ايرور ده اللي هو نسبه الخطأ. طبعا كل ما كانت قريبه من الزيرو كل ما كان ده افضل. تمام كده. يعني لازم تكون قريبه من الزيرو، ما يكونش رقم كبير. بس هو ده ان احنا بنعرف نسبة الخطأ وازاي نودي الخريطة لمكانها الصح. تمام كده. هنيجي بقى لحاجة تانية عليها، ان احنا بعد ما عملنا لها ارجاع جغرافي عايزين نعمل لها اسقاط. طيب ايه فكرة الاسقاط دي مبدئيا يعني؟ اولا الاسقاط ده بيكون ان هو الارض عندنا كروية. تمام كده. والخريطة دي مسطحة. عشان كنا انا احول حاجة من كروية لمسطحة، ده بيعمل تشويه هندسي، سواء بقى في الزوايا في المساحات في الأطوال، أيا كان، فهو بيعمل تشويه في الخريطة. تمام كده. فالإسقاط ده بيصلح التشويه ده، بيخلي مفيش تشويه. تمام كده. مفيش إسقاط بيكون مثالي للآخر. يعني مفيش واحد مثلا اللي هو بيعمل كل حاجة. فلا، في كذا نوع من الإسقاط، سواء الأسطواني أو المخروطي أو المستوي. فكل واحد بيكون بيراعي حتة معينة. تمام كده. واحد مثلا بيراعي الأطوال، واحد بيراعي الزوايا، وهكذا. وهحاول أسيب لكم PDF في الفيديو يكون يشرح الكلام ده ببساطة جدا يعني. تمام. بس فهو دي فكرة الإسقاط، إن إحنا بنعرف إسقاط الخريطة عشان إحنا بنحولها من الأرضية كروية وإحنا بنحولها لحاجة مسطحة. تمام كده. طبعا فكرة إن إحنا نختار بقى أنهي نوع من الإسقاط ده بيكون قايم على إن إحنا هنشتغل على إيه في الخريطة، محتاجين إيه اللي ما يبص، لو عايزين مثلا المساحات فإحنا هنشوف إسقاط يراعي المساحات وهكذا. تمام كده. فبيكون في بعض الخرائط مكتوب عليها الإسقاط بتاعها. فبنبدأ إن احنا نعرف له الإسقاط. تمام. طيب بنعرف الإسقاط منين؟ هنعمل كلوز للجي ريفرنس. تمام. ثبت مكانها زي ما هي عشان احنا كنا عاملين سيف. تمام. هاجي هنا من analysis، بعد كده tool، بعد كده هنقف على tool box وننزل على data management tool. تمام. بعد كده ننزل على projection and transformation. هنيجي بقى هنلاقي عندنا حاجتين، في define project وفي project. define project يعني لو انا عندي خريطة مش معمول لها اسقاط اصلا وعايز اعمل لها اسقاط.
لكن بروجكت لو انا عندي خريطة معمول لها اسقاط، هي مسقطة بالفعل بس انا عايز اغير الاسقاط بتاعها. فهمنا كان الفرق ما بينهم. هنقول برضو هنت بسيط، انا مش لازم احفظ اللوكيشن بتاعها بالظبط، لا انا ممكن اجي هنا كده اكتب find project. مجرد ما اكتب هيجيب لي هنا define project. ممكن ادوس عليها تفتح لي على طول يعني ان انا داخل الخريطه واعمل على طول define project، وممكن اجي ادوس عليها كليك يمين واقول له locate. مجرد ما ادوس locate هيجيب لي المكان بتاعها على طول. تمام. بس فادوس على define project. هنا هدخل الخريطه اللي انا عايز اعمل لها اسقاط. تمام. فانا لو دوست على السهم اللي هنا ده هينزل لي الخرائط اللي انا فاتحها في الكونتنت. تمام. يعني انا لو فاتح اكتر من خريطه يظهر لي هنا كده اكتر من خريطه. طب لو انا مش فاتحها، هدوس هنا كده علامه الفولدر دي وهجيبها من اي حته على الكمبيوتر عادي. تمام. بس هقول له ماشي انا كده كده فاتحها، وهقول له ضيف للبحيره. هي كده كده اسقاطها متعرف. تمام. طيب دلوقتي انا عشان اعرف اسقاطها في طريقتين. في يا اما ان انا اخد الاسقاط من خريطه انا فاتحها في الكونتنت عندي، فانا برضه نفس الفكره هدوس على السهم واختار الخريطه اللي انا عايز اخد منها الاسقاط. او انا هعمل اسقاط بنفسي، فانا هدوس على العلامه دي كده وانا هبدا ان انا احط الاسقاط بنفسي. طبعا هي مسقطه. تمام. الاسقاط ده ممكن يغير مكانها لو الاسقاط محطوط غلط، فده المفروض اسقاطها المظبوط اللي هيخليها في مكانها المظبوط. تمام. عشان لو غيرت الاسقاط هيبدا ان هو يغير مكانها. بس هقول لكم على الاسقاط اللي هو مشهور اكتر حاجه يعتبر. تمام. هيكون من بروجكتد. بعد كده هننزل ليو تي ام. هو ده يعتبر اكتر اسقاط مشهور يعني. بعد كده دبل جي اس 84. وبعد كده مصر قلنا ان هي في الشمال، فهتكون في النورسن. وهنشوف بقى احنا عايزين زون كام بقى. الزون دي بتكون مصر متقسمة 3 زونات، فاحنا بنشوف المنطقة اللي احنا شغالين فيها ونشوف احنا زون رقم كام، يعني المنطقة دي في زون رقم كام. بس فإن كان بقى يو تي ام مثلا زون 36 وهختاره وادوس اوكي. وبعد كده ادوس ران. طبعا انا مش هعمل كده عشان مكانها ما يبص. تمام. فده اسقاطها كده ايه الطبيعي او المظبوط بتاعها. تمام. وحتى هتلاقيه مكتوب هنا لما كنا فتحنا في الاول، هتلاقي ان الاسقاط بتاعها البروجكت ده اهو، ده الاسقاط بتاعها. تمام كده. بس وده اللي هو بيقول لك اللي هو معمول بميركاتور ونظام متري وكل حاجه. تمام كده. فاحنا كده عرفنا اللي هو فكره الاسقاط. تمام. ده كان هنت كده ايه في النص كده بسيط عشان نفهم ايه معنى الاسقاط. طبعا لازم نعمل اي خريطه بنعمل لها ارجاع جغرافي نعمل لها اسقاط عشان يكون مكانها مظبوط. تمام. هنرجع بقى للارجاع الجغرافي تاني. هنقول نوع تاني فيه. انا دلوقتي مثلا يفترض انا عندي خريطه ما فيهاش الخطوط الطول ودائرة العرض، يعني مش مكتوب عليها. فانا خريطة مثلا وليكن مرئية مفتوحة عندي، فمش مكتوب عليها الأرقام. فأنا هعرفها ازاي بقى؟ يعني مفيش أرقام أكتبها. فأنا هبدأ إن أنا أعملها ازاي؟ دي بيكون العملية اللي أنا هنبدأ نعملها بقى دي يكون اسمها image to image. تمام كده. إن أنا بعرف خريطة عن طريق خريطة تانية. تمام. فأنا مثلا وليكن عندي خريطة للقاهرة مثلا 2026 وليكن. تمام كده. وفي خريطة قديمة عندي للقاهرة 2020. الخريطة بتاعت 2020 دي متعرفة، الإرجاع الجغرافي بتاعها متعرفة معمول لها إسقاط. لكن بتاعت 2026 دي مش متعرفة. فأنا ببدأ إن أنا أشد الخريطة اللي هي مجهولة اللي هي مش متعرفة، أكني بسحبها كده وأشدها وأحطها على الخريطة اللي هي متعرفة. تمام. طيب ده كده لازم هيكون في شرط طبعا. لازم تكون المرئيتين أو الخريطتين مغطين نفس المنطقة أو جزء من المنطقة حتى، يعني يكون يا إما في جزء مشترك يا إما الخريطة كلها تكون لنفس المنطقة عشان أعرف أشد ظاهرة على ظاهرة. تمام كده لأن أنا هقارن بالظاهرات. فهنيجي هنا نفتح خريطة، نمسح الأول الخريطة دي سواء ندوس ديليت على الكيبورد أو نعمل كده كليك يمين وبعد كده ريموف. هنيجي هنا أقول له add data. هفتح مثلا الخريطتين دول، أحدد أول واحدة بعد كده أدوس كنترول يحدد التانية عشان أحدد الاتنين مع بعض. تمام كده أقول له أوكي. هو هنا برضو بعتني مسج برضو قال لي unknown coordinate system، يعني في واحدة مش متعرفة. مع انهي واحدة مش متعرفة انا مش عارف، فهنعرف ازاي؟ زي ما اتفقنا من كليك يمين بعد كده properties ننزل على special reference هيقول لي دي unknown coordinate system، يعني دي كده مش متعرف. طيب لو نزلنا على التانية properties بعد كده coordinates اسف special reference هنلاقي ان هي متعرفة ومعمول لها اسقاط وكل حاجة. تمام كده. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا دي كده مش متعرفة، اقول له zoom to layer. دي كده اللي مش متعرفة عندي. تمام. ودي الخريطة المعرفة. طيب انا دلوقتي دي معرضة فعلا مكانها نازل صح والطريق مكمل الطريق. لا الطرق هنا مكملة بعضها.
تمام، فهي مظبوطة يعني. طيب دلوقتي أنا هاشد خريطة مش متعرفة لخريطة متعرفة، يبقى هاشد أنهي الأول؟ بالمنطق كده يقول إن إحنا هنشد الخريطة المجهول الأول، يعني إحنا هنشد دي على التانية اللي أنا فاتحها دي. تمام، فده الصح. فإحنا ما ينفعش نخلط في الموضوع وأبدأ إن أنا أحط أول نقطة هنا، لأ لازم أول نقطة تيجي على الخريطة اللي هي دي اللي هي مش متعرفة، وهشدها للخريطة التانية اللي هي معرفة. تمام كده. فلازم مبدئيا يكون زي ما قلت، زي ما اتفقنا إن الظاهرات يكون فيها يعني في ظاهرات مشتركة. تمام، هنا طبعا عشان وقت الفيديو فانت هتلاقي مثلا الظاهرات المشتركة الجزء ده كله يعتبر مشترك، الجزء اللي فوق ده كله كده. تمام، في هنا استاد القاهرة، في هنا المطار ده مثلا، في الطريق ده، كل ده هتلاقيه مشترك الناحية التانية. لو فتحناها، المطار اللي احنا قلنا عليه اهو، في الطريق ده كده اهو، وفي استاد القاهرة هتلاقيه هنا تقريبا. ننزل اهو استاد القاهرة. تمام. لما نيجي اعمل نقطة، يعني ما ينفعش مثلا اختار النقطة في الحتة اللي هي فيها كيرف دي كده واقوم عامل نقطة، لا دي مش هتكون دقيقة قوي. انا لازم اختار مثلا نقطة في تقاطع شارع مثلا، الحتة دي مثلا كده، اللي هو تكون نقطة اعرف ان انا احطها على خريطتين. تمام. ده كده مبدئيا، وزي ما اتفقنا برضه اللي هو على الاقل يكون 3 نقط، ويكون النقط متوزعة على خريطة. يعني ما اجيش اعمل مثلا النقط كلها في الحتة دي او النقط كلها في الحتة دي، لا اكون موزعها، واحدة مثلا شمال غربي واحدة شمال شرقي، يكون متوزعة ايه على خريطة عشان تنزل في مكانها الصح. بس فهنيجي نبدأ بقى إن إحنا نعمل لها الإرجاع الجغرافي. هنيجي الأول خريطة دي اللي هي مش معرفة، من نفس المكان برضو imagery، بعد كده georeference، وهقول له add control point. تمام كده من نفس المكان بالظبط، بس هيكون بقى في اختلاف بسيط جدا. تمام. هاجي مثلا على المطار هنا كده وهقول له والله أنا هاخد النقطة دي مثلا. أنا في الأول كنت بدوس كليك يمين وبعمل بدخل الأرقام، لا أنا هنا مش هعمل كده. أنا هسيب الخط متعلق زي ما هو كده، وهروح على الخريطة التانية وأقول له زوم تو لاير. بص الخط متعلق معايا، هو فتحها برضو في الجنوب زي الخريطة اللي فاتت. تمام كده، فأنا هسيب الخط متعلق معايا وهاجي أدوس كليك شمال على نفس الحتة اللي أنا دوست عليها في الخريطة اللي فاتت. فأنا هاجي هنا كده على الخريطة دي مثلا، هو كان وليكن الحتة دي، فهدوس عليها، هيبدأ بص شد الخريطة عليها. تمام كده، بس هتلاقي برضه إن هي لسه مش مظبوطة. يعني بص الخريطة كلها متجمعة أصلا، هتلاقيها متجمعة في حتة صغيرة من المرئية، وطبعا ده غلط. فعشان كده زي ما اتفقنا اللي هو لازم تكون النقط متوزعة. تمام، فهبدأ ان هو من البوكس ده كده ان انا اخفي واظهر الخريطة عشان هما دلوقتي هيكونوا على بعض، وعشان اعرف اشوفهم من بعض وكده. تمام. هعمل فيزون تو لاير تاني، ونعمل نقطة تاني مثلا، وليكن ايا كان. نيجي عند الطريق ده كده، ماشي، عند الاكس دي كده، التقاطع ده كده، وهقول له دي نقطة. نيجي هنا اقول له زوم تو لاير. تمام، احنا التقاطع ده جبناه من الحتة دي، التقاطع ده كان هنا كده تقريبا، اجي اعمله هنا كده. هيبدأ ان هو بقى يبدأ خلاص هيظبط الخريطتين وهيحطهم على بعض. تمام كده. فإلى حد ما هي بدأت تظهر شوية. تمام، ان هي ايه يكون حاططها مظبوطة، لان هي كده هنشوف ان هي حجمها كبر وبقت مظبوطة إلى حد ما. بس فعشان نبدأ نشتغل برضه مثلا ناخد آخر نقطة عندنا استاد القاهرة، وليكن عند الحتة دي كده. طبعا انتقال الزوم يكون كويس عشان تكون مظبوط، ونلغيها من هنا كده عشان ما تكونش باينة. احنا لما لغيناها بقى هتلاقي النقطة نازلة جنب النقطة بتاعتها، يعني بص شيفت بسيط أوي اللي حاصل ما بينهم، يعني ده يأكد لك إنك ماشي صح. يعني كل ما احنا كده بناخد النقط ونيجي نقفل الخريطة ونلاقي النقطة دي يعني جنب المكان الصح بتاعها، فاحنا كده ماشيين صح. فأقول له النقطة دي هتكون هنا كده. تمام. كل طبعا ما كثافة النقط عليت وكل ما كانت متوزعة على الخريطة كل ما ده كان أفضل، وهيخلي الخريطة واقعة في مكانها الصح. تمام كده. بس فاحنا خدنا ال3 نقط دول، هنيجي نظهر الخريطة، هنلاقي إن هي واقعة في مكانها. لو قلنا راستر لاير مثلا عملنا سوايب او شفنا نقف على الخريطة بتاعتنا عشان نعمل عليها، هنشوف هنلاقي انه ايه يعني الى حد ما الزهرات على بعض يعني. طبعا المفروض يكون نقط اكتر من كده متوزعة اكتر، بس عشان وقت الفيديو لان نكون بس احنا فاهمين الفكرة. تمام كده. بس فهنرجع تاني جي ريفرنس، هندوس عليها كليك يمين نتأكد ان هي اتعرفت. بروبرتيز هنلاقيها من سلاش ريفرنس ان هي اتعرفت وخدت نفس الاسقاط بتاعها.
إحنا الطريقة دي بتخلّينا إن إحنا نعرفها وبتاخد نفس إسقاطها، تمام كده؟ بس فخلاص هي خدت نفس إسقاط الخريطة التانية فعلًا. إحنا لو دخلنا على التانية دي كده، هنلاقي المفروض إن هي نفس الإسقاط، نفس الإسقاط فعلًا، فهُم كلّهم خلاص بقوا زي بعض، تمام. هاقول له save، وأنا كده خلاص عرّفت الخريطة. ده كان الإرجاع الجغرافي ببساطة. ده مبدئيًا عشان نحط الخريطة في مكانها الصح، تمام كده. كده إحنا خدنا نوعين من الإرجاع الجغرافي. هو يا إما بيكون بخطوط الطول وإدوار العرض، يا إما بيكون image to image اللي هو زي ما عملناه دلوقتي، إن إحنا بنسحب خريطة على خريطة، وإحنا بنسحب الخريطة المجهولة على المعلومة، تمام. عشان لو عكسنا يبقى كده هنبوظ الخريطة اللي هي مسقطة بالفعل، تمام كده. وقلنا فكرة الإسقاط وليه لازم نعمل إسقاط، تمام. بس وطبعًا كل إسقاط بيكون على حسب إحنا عايزين نحافظ على إيه بالضبط، بنختار نوع الإسقاط المناسب ليه، تمام كده. وبس كده.